أنا عايز أحافظ على البنات. كلمة قالها الرئيس المنتخب محمد مرسي في آخر خطاب ليه، ومحدش ساعتها عرف قيمة الكلمة دي أو حتى فهم معناها غير لما شاف بعينيه اللي عملوه العسكر في بنات مصر من قتل واغتصاب واعتقال وتعذيب وجرايم ما عملهاش اليهود في فلسطين ولا حتى أبو جهل نفسه. طيب تعالوا كده نتعرف على نوعية الجرائم دي، وعلى فكرة كل اللي هنعرضه ده على سبيل المثال مش الحصر. أولا حالات الاعتقال، ودي وصلت بحسب تقديرات حقوقية ل 1500 حالة بدأت من 30 يونيو ولحد دلوقتي، منهم 56 لسه في سجون الانقلاب، والعداد شغال علشان العسكر مش بيحبوا يحافظوا على البنات. واختلفت أنواع الاعتقال ما بين اختطاف من الشارع على خلفية المشاركة في فعاليات رافضة للانقلاب زي بنات اسكندرية الثلاثة فاطمة وهبة وسيدة، أو من الجامعة زي بنات المنصورة منة وأبرار ويسرى، أو حتى لرفض قانون التظاهر زي قضية سناء سيف الإسلام أو ماهنور المصري، أو حتى لمجرد إنها تكون لابسة شال فلسطين زي منة الله سعد، أو ترفض إنها تتعاكس من أمين شرطة فيتقبض عليها وتترمي في الاسم لساعات زي هاجر حمزاوي وبسمة أيوب. وكمان في نوع تاني خالص من الاعتقال، وده نوع قديم احترفته الداخلية من الثمانينات، وهو اعتقال الستات بهدف الضغط على الرجالة علشان يسلموا نفسهم. ودلوقتي كررت الأمر نفسه زي ما حصل مع أم خديجة اللي اعتقلت علشان جوزها يسلم نفسه، أو إيمان محمد فهمي اللي اعتقلت من بيتها في إمبابة علشان يجبروا جوزها يعترف على نفسه بجرائم ما عملهاش أصلا. أما الغريب بقى هو اعتقال مريم محمد عبد الحفيظ اللي في ثالثة إعدادي علشان تعترف على مكان خالتها خديجة، وبعد ما اعترفت راحوا قبضوا على خالتها وابنها اللي في تانية إعدادي علشان يجبروا جوزها يسلم نفسه. وعلى فكرة كل الستات والبنات دول اتعرضوا لتعذيب بشع علشان يعترفوا، ده طبعا بخلاف اعتقال البنات خلال زيارتهم لأهاليهم في السجن بعد أي تلكيكة بسيطة. أما بالنسبة لحالات الاختطاف والاختفاء القسري دي بتبقى أصعب من الاعتقال نفسه، لأن الأهل ما بيبقوش عارفين حاجة عن المعتقلة، هل هي حية ولا ميتة، أو حتى إثبات إنها في عهدة الشرطة. ودي زي حالة الطالبة علا عبد الحكيم اللي اتخطفت من قدام باب جامعة الأزهر من الزقازيق ومحدش يعرف عنها حاجة، وعلى فكرة علا أم الطفلين. وبالنسبة لحالات القتل واستخدام القوة المفرطة فحدث ولا حرج، من أول قتل بنات المنصورة الأربعة وسمية عبد الله وهبة جمال في اسكندرية وغيرهم كتير، واللي وثقتهم بعض الجمعيات الحقوقية بأكتر من 75 شهيدة. وعلى فكرة في منهم ما طلعش مظاهرات وماتوا نتيجة قصف الطيران المصري لبيوتهم وعشاشهم في سيناء زي الحاجة نصرة اللي ماتت برصاص الجيش في رفح. ده طبعا غير حفلات التعذيب جوه السجون، واللي في حفلة تعذيب منهم كانت السبب في 35 إصابة بكسور وجروح ونزيف في الرحم، وده حصل للمعتقلات في سجن القناطر. أما عن الجريمة الأبشع من كل اللي فات وهي الاغتصاب، واللي أكدت إن الرجولة ماتت في جيش السيسي، والحالات دي المراكز الحقوقية واجهت صعوبات لتوثيقها طبعا علشان حساسية الموقف. والحالة الأشهر واللي توثقت هي حالة ألف عين، واللي تم اغتصابها داخل اسم الأزبكية بعد اختطافها بتاريخ 3/7/2014، يعني في عهد الانقلاب. الحاجة وجيدة حامد موسى اللي عندها 65 سنة تعتقل ويتحكم عليها ب3 سنين سجن و50,000 جنيه غرامة لمجرد انها عدت من مكان كان فيه مسيرة. وكمان دهب حمدي اللي اعتقلت وهي حامل لمجرد انها ماشية في الشارع وتولد بنتها حرية وهي متكلبشة في سرير المستشفى. او بنت زي هبة سامي ما يتعمل لهاش حفلة خطوبة زي كل البنات وتلبس الدبلة جوه سجن مديرية امن اسكندرية، وده لمجرد انها نزلت قالت للظلم لا. أما عن الأحكام الفلكية بحق بنات مصر فالعدد في الليمون، يعني عادي جدا إن هند ورشا منير ياخدوا مؤبد في أحداث رمسيس وما يراعوش حتى إن رشا جوزها مات في طابور الزيارة ويفرضوا على أطفالها يتم الأب والأم. وعادي برضو إن 4 طالبات في جامعة الأزهر يتحكم عليهم ب4 سنين سجن بسبب تظاهرة في الجامعة، وغيرهم كتير قضاءنا الشامخ قضى على مستقبلهم. كل ده وما سمعناش كلمة واحدة من المجلس القومي لحقوق البتنجان، ولا حتى مجلس الحيزبونات قصدي القومي للمرأة، ولا حتى برهامي وحزبه المنور، في الوقت اللي لو حد طعن في شرف رقاصة كانت الحكومة اتهزت وما قعدتش، وكانت كل دكاكين حقوق الإنسان قعدت تقسم عليها للصبح. بركاتك يا طهرة. وعلى فكرة أنا مش منتظر من دول حاجة، لأن أنا وإنت عارفين مين هم ودورهم إيه في التمثيلية ومصالحهم إيه في استمرار دولة الهز والدعارة. أنا مستني دوركم إنتوا يا رجالة مصر يا حماة العرض. لسه هتسيبوا بناتكم جوه السجون في إيدين ديابة ما بترحمش، ولا الكلام هيبقى على ثورة تكسر الكلبش وتحرر بناتنا من سجون العسكر؟